بسم الله الرحمن الرحيم. ألتقي بكم في الحلقة الثانية. هتكلم فيها من خلال خبرتي في مجال العمل القانوني هنا في الكويت لمدة تزيد عن ربع قرن. هلاقي إن في بعض الضرر أو التشريعات اللي بعتبرها من الضرر اللي هي بيزدان بها النظام التشريعي الكويتي. بعض التشريعات ديت بترسخ للعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه. بعضها ان هو بيكفل الحقوق والحريات، بعضها يرسخ لمبادئ التكافل وحمايه حقوق ذوي الاعاقه، وبعضها بيرسي الكثير من المبادئ الشريعه الاسلاميه. والاشاده ديت يعني ليست نفاقا او تزلفا لاحد، وانما هي حقيقه هيشاركني فيها كل منصف، وهأبين بالدليل ان التشريعات ديت بتعتبر فعلا من الضرر اللي هي بيزدان بيها اي نظام تشريعي وجدت فيه، فبتعتبر من الضرر اللي هي بتزين تاج النظام ده. اول حاجه طبعا هنتكلم عنها اللي هو ايه اللي تضمنه الدستور. هنلاقي ان الدستور الكويتي اتكلم عن العدل والحريه والمساواه، وبيعتبر ان الدستور الكويتي بيعتبر هو التشريع الاسمى، واللي هو بتنهل منه كافه التشريعات اللي هي تليه سواء كانت قوانين او لوائح وبتلتزم بيه. فالتشريع الاسمى ده ارسى مبادئ اسلاميه حث عليها الاسلام، زي ما نصت عليه المادة 7 منه على أساس على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. ولتأكيد المبادئ اللي هو نصت عليها المادة 7 دي، نصت المادة 29 من الدستور ذاته على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. أنا بعتبر أن النصين دول من الضرر الثمينة اللي هو بيتوج بها النظام الدستوري الكويتي، وطبعا بيمتد الحال لأثر هذه المبادئ إلى جميع اللوائح، القوانين واللوائح اللي هي لا ينبغي أن تخالف الدستور. هنا في النصين دول تلاقي أن المشرع الدستوري حرص على التأكيد على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، وإن الناس جميعا سواسية في الكرامة الإنسانية وأمام القانون، مفيش تمييز بينهم في كده بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. كما أكد الدستور على أن العدل والحرية والمساواة من الدعامات التي يقوم عليها المجتمع ويستمد وجوده من وجوده. طيب، لما نيجي نشوف في التطبيق العملي هنلاقي احنا كمحامين وكمستشارين وكمشتغلين في المجال العمل القانوني بنلمس كده. يعني ابسط مثال على كده، انا النهارده لو شخص غير كويتي وشخص اجنبي، من حقه ان هو يتقدم باي شكوى او اي دعوه قبل اي شخص كويتي، او ان هو ممكن يختصم احدى الوزارات بدون أي خوف وبدون أي وجه. وإذا كان معاه الحق والمستندات بيبقى مستند لأدلة، هنا في الحالة دي الحكم بيصدر لصالحه وبيقدر إن هو ينفذه، بعكس أماكن تانية يستحيل إن أنا النهاردة إن أنا أقيم الدعوة من أساسه. طيب، الضرة الثانية اللي أنا بلمسها اللي هو حظر مصادرة الأموال إلا بحكم قضاء. اما نلاقي ان الاقتصاد هو عصب الاقتصاد هو المال. عصب الاقتصاد هو المال، ومحرك الاستثمارات في اغلبها هو رأس المال الخاص. ولذلك فقد حرص المشرع الدستوري على التأكيد بأن الملكية الخاصة مصونة، واستكمالا للمبدأ ده حظر حظرا تاما المساس بالأموال الخاصة إلا بحكم قضاء، حيث نص في مادته 19 على أن
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وفي الأحوال المبينة بالقانون. يبقى إذن النهاردة النص العام أو النص الدستوري حظر حظرا تاما مصادرة الأموال، إلا إذا كان في عندي حكم قضائي يقضي بمصادرة الأموال دي. طيب، اما نيجي نبص للمادة 78 من قانون الجزاء، هتلاقي إن هي حددت أحوال المصادرة. قال المشرع فيها إيه؟ يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة جناية أو جنحة عمدية، يعني لازم تكون عقوبة جناية أو جنحة عمدية، أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الأشياء التي تحصلت منها، وذلك دون مساس بحقوق الغير حسن النية على هذه الأشياء. فإذا كانت الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة يعد صنعها أو حيازتها أو التعامل فيها جريمة في ذاته، تعين على القاضي أن يحكم بمصادرتها ولو تعلق بها حق الغير حسن النية. وجت المادتين 66 و67 من قانون الجزاء برضه حددت طبيعة المصادرة، حيث أكدت على أن هذه العقوبة عقوبة تكميلية. يعني إيه عقوبة تكميلية؟ أنا عندي العقوبات يا إما عقوبة أصلية يا إما عقوبة تبعية يا إما عقوبة تكميلية. العقوبة الأصلية اللي هي بينص فيها القانون على حد معين بالنسبة للعقوبة، يعني مثلا يقول لك إن هو في جريمة القتل الإعدام أو المؤبد على حسب. بالنسبة للعقوبة التبعية هيحددها هنا نص المادتين 76 و77، هتحدد لك العقوبات التبعية والعقوبة التكميلية. العقوبات نصت المادة 66 من القانون جزاء على أن العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي عددت وحددت من بينها المصادرة. يبقى إذن النهاردة المصادرة تعتبر من العقوبات التكميلية، في حين نصت المادة 67 من ذات التشريع على أن تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها سواء أوجب القانون عليه ذلك أو أجاز له. يعني النهاردة العقوبة التبعية هي عقوبة مفروضة بحكم القانون، يعني القاضي يعني ايه ديت مقرونه بالحكم الاصلي او العقوبه الاصليه، لا يجوز للقاضي ان هو يحكم بها او ما يحكمش. اما العقوبه التبعيه اللي هي زي المصادره، ان هنا في الحاله ديت ان هو بيكون توقيعها يرجع للقاضي، ولذلك ان هو بيستخدم لفظ يجوز للقاضي. فهنا الجواز، السلطه الجوازيه ديت سلطه تقديريه للقاضي على اساس ان هو ايه ممكن يوقع عقوبه المصادره وممكن ما يوقعش عقوبه المصادره. ويبقى على كده وطبعا المصادره هي اجراء بيبتغى به تمليك الدوله الاشياء المربوطه ذات الصله بجريمه قهرا عن صاحبها ودون مقابل. يبقى انا لما اصادر شيء بملك الدولة الشيء، بتمتلك هذا الدولة بتمتلك هذا الشيء، وإن هو غصب عن صاحب الأموال المصادرة، وإن هي الدولة بتاخدها بدون أي مقابل. يبقى إذا النهاردة نخلص من كده إن المصادرة لازم تكون الأشياء اللي هي بيتم مصادرتها لازم تكون ذات صلة بجريمة ارتكبت، ولابد من صدور حكم نهائي يقضي بالمصادرة. اثر النصوص ديت ايه؟ ان هي بتدي الطمأنينة وبث الامان والامن بخصوص المناخ الاقتصادي السائد في البلد، وان هو دلوقتي ان هو ما فيش اي مستثمر ان هو هيخشى من اي اجراء قانوني ضده او مصادرة امواله، على اساس ان هو في عندي قانون بيحكم المسائل دي كلها. طيب، من ضمن الضرر اللي هو
ما تضمنه القانون المدني. القانون المدني في بعض المواد كده استقت أحكامها من الشريعة الإسلامية، زي واحد عند صدور مرسوم جدول للديات وفق الأحكام الشريعة الإسلامية. يعني إيه؟ يعني النهارده إذا حصل إن في مثلا حادث سيارة وشخص توفى، القانون قال لك في حالة الوفاة فهنا ليه دية شرعية. حددتها المادة 251 للقانون المدني على أن تقدر الدية الكاملة ب10,000 دينار، ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم. بعد كده ويصدر بمرسوم جدول للديات وفق أحكام الشريعة الإسلامية تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئيا. يعني إن القانون جه في حالة الوفاة قال لك الدية الكاملة 10,000 دينار، وجه قال لك ان هو طب في حاله اللي هي حالات بقيه الاصابات، هل النهارده بتترك ولا لازم ان هو في حدد الاصابات وحدد بعض وقيمه التعويض المستحق او الديه المستحقه عنه. هنلاقي ان هنا في سنه 81 صدر مرسوم بلائحه جدول الديات، حدد في حالات استحقاق الدية الكاملة، وهنذكر بعض الحالات زي فقد النفس، فقد العقل أو الذاكرة، فقد البصر ولو من عين واحدة، كسر العمود الفقري المانع من القيام، فقد القدرة الجنسية أو فقد الإنجاب لدى الرجل أو المرأة، بالإضافة لحالات تانية. يبقى إذن النهاردة لو حادث سيارة حصل وتوفى فيه الشخص، يبقى إذن هنا بيستحق دية كاملة. لو أثر على عقله أو الذاكرة وفقدهم، هنا بيستحق دية كاملة اللي هي 10,000 دينار. إذا حصل إن هو جاله كسر في العمود الفقري ما يقدرش إن هو يقوم، يبقى إذن في الحالة ديت بيستحق دية كاملة. أو إن هو ترتب عليه فقد القدرة الجنسية أو فقد الإنجاب لدى الرجل أو المرأة، هنا برضه بيستحق دية كاملة. برضه المرسوم اللي هو جدول الديات حدد امتى تستحق نص الدية. نص الدية اللي هي قطع اليد الى الرصد، هنا في الحالة ديت بيستحق نص الدية. قطع القدم الى المفصل، فقد الخصية ديت بيستحق نص الدية اللي هي 5,000 دينار. وقد اعتبر المشرع في حكم القطع او فقد العضو الفقد الدائم لوظيفته. يعني انا النهارده ممكن العضو يكون موجود بس فقد وظيفته، يبقى اذا في الحاله ديت برضه بتستحق الديه اللي هي المقرره. وحدد بعد كده استحقاق برضه ايه اللي هي امتى يبقى في تمن وفي خمس وحاجات زي كده، فديت ايه ده يبقى المرسوم تضمن. ما نيجي نبص للضره الثانيه في القانون المدني اللي هو ضمان اذى النفس. اما نيجي نبص نلاقي ان القوانين الوضعيه، انا عندي ضمان اذى النفس اللي هو ناشئ عن حادث، يعني مسؤوليه تقصيريه. ماشي. قال لك ان هو بالنسبه للقوانين الوضعيه بتعالج اثار الفعل الضار من حيث فكره المسؤوليه. انا لو انا مسؤول يبقى اذا انا الزم بالتعويض، وده اللي نصت عليه الماده 227 من القانون المدني. فهو دلوقتي بالنسبه لي فكره المسؤوليه. طيب انا في حالات ان هو ما بيبقاش فيها شخص مسؤول، مش ما فيش، يا اما ان هو يكون الخطا ناتج عن خطا المجني عليه، او ان هو ما يبقاش معروف مجهوليه الفاعل. فنلاقي هنا ان الشريعه الاسلاميه لها منظور تاني، بتقول لك النهارده بتعالج اثار الفعل من حيث فكره الضمان وليس فكره المسؤوليه. وايه الفرق ما بين كده؟ فالمبدا في الشريعه الاسلاميه ان كل ضرر لابد ان يجبر، طالما في ضرر لابد جبر الضرر ده. وهنا ان بيت المسلمين، بيت مال المسلمين ضامن لا من لا ضامن له، يبقى ده الاساس اللي هو بالنسبه للشريعه الاسلاميه. ونيجي نطبق على الواقع، يعني وفقا لقواعد المسؤوليه، اذا وقع فعل ضار
وتعذرت معرفة المسؤول، يعني زي واحد مثلا راكب عربية صدم إنسان وتركه ينزف لغاية ما توفى وهرب ومحدش قدر يتعرف عليه. هنا المضرور وفق لقواعد المسؤولية مش هيقدر ان هو يتحصل على تعويض، لان انا ما عنديش حد مسؤول، اللي هو فكرة المسؤولية ان هو المخطئ. طيب فهنا دلوقتي يبقى في الحالة ديت المضرور مش هيقدر ان هو ياخد تعويض، او ورثته ان هو ممكن ياخد التعويض. طيب هنا نلاقي ان الايه، ان القانون المدني الكويتي عالج اثار الفعل الضار من الناحيتين، من الناحيه فكره المسؤوليه وفكره الضمان. اخذ بفكره الضمان اللي هي ايه، نقلا عن الشريعه الاسلاميه. خلاص. ولذلك لما نيجي نبص للمذكره الايضاحيه للقانون هنلاقي ان هو بيقول لك ايه، ان الغايه اللي هو هدف المشرع اليه من تنظيمه ضمان اذى النفس. قال لك ايه، هي الحفاظ على الدم المسفوك من ان يضيع هدرا، بحيث يضمن للمصاب دمه في الاحوال التي تقعد فيها احكام المسؤوليه عن العمل غير المشروع عن التعويض عنه. وان المشرع تناول اذى النفس، ضمان اذى النفس بعد تنظيم المسؤوليه عن العمل غير المشروع، فعرض في الماده 255 مدني لشروط ضمان مباشر الضرر، وجعل للمضرور الخيار بين دعوى المسؤوليه ودعوى الضمان المباشر. يعني ايه المباشر؟ المباشر اللي هو باشر الفعل وترتب على الفعل ده ضرر، بس هو مش مخطئ. يبقى اذا في الحاله ديت القانون ان هو ايه، ادى ضمان اذى النفس بالنسبه لدعوى المباشر. وبرضه قال لك ان هو ان في حال تعذر معرفه المسؤول، يبقى اذا في الحاله ديت ان هو بالنسبه لي ان الدوله تعتبر ضامن احتياطي عندما يتعذر معرفه المسؤول، وده واخداه من الشريعه الاسلاميه.